السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانت بتبص للسما في ليلة صافية بتلاقي نقطة منورة بشكل ملفت وسط النجوم كلها. النقطة دي غالبا هي كوكب المشتري، أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية. لسنين طويلة جدا البشر كانوا بيبصوا للمشتري بإعجاب، الكوكب العملاق بخطوطه الملونة المميزة والبقعة الحمراء الضخمة اللي باين إنها ثابتة على سطحه، وكأننا عرفنا كل حاجة عنه خلاص. الكتب كانت بتقولك إنه مجرد كوكب غازي ضخم، شوية سحب وعواصف من بره ويمكن قلب صخري من جوه، وانتهت القصة. بس الحقيقة إن القصة كانت لسه ما بدأتش أصلا. في يوم 5 أغسطس سنة 2011 ناسا عملت واحدة من أهم المهمات الفضائية في العصر الحديث، مهمة اسمها جونو. والهدف منها كان بسيط جدا على الورق، بس في التنفيذ كان مرعب. نروح للمشتري نفسه ونعرف ايه اللي بيحصل هناك فعلا. وقتها العلماء كانوا فاكرين انهم رايحين يجاوبوا على كام سؤال صغير، بس اللي حصل بعد كده كان العكس تماما. كل إجابة جابت 10 أسئلة جديدة، وكل صورة رجعت من هناك كانت بتقول كلمة واحدة: إننا لسه ما نعرفش الكون بالشكل اللي متخيلينه. أول مشكلة واجهت ناسا كانت إن المشتري بعيد بشكل جنوني. المسافة بين الأرض والمشتري بتتراوح ما بين حوالي 588 مليون كيلومتر لحد 968 مليون كيلومتر، حسب مكان الكوكبين أثناء دورانهم حوالين الشمس. يعني ببساطة مشوار طويل جدا حتى بمقاييس الفضاء. وعشان الصواريخ اللي موجودة دلوقتي ما تقدرش تدفع مركبة ضخمة للمسافة دي بشكل مباشر، ناسا استخدمت حيلة ذكية جدا اسمها مقلاع الجاذبية. جونو ما راحتش للمشتري في خط مستقيم، لفت حوالين الشمس وبعدها رجعت ناحية الأرض تاني علشان تستغل جاذبية الأرض كأنها مقلاع ضخم يزود سرعتها. وبعديها انطلقت في رحلتها الحقيقية ناحية المشتري، والنتيجة رحلة طولها حوالي 2.8 مليار كيلومتر كاملة، ورحلة استمرت 5 سنين متواصلة في الفضاء. ولما نبص على المركبة نفسها هنلاقي إن هي كانت ضخمة، قطرها وصل لحوالي 20 متر بسبب الألواح الشمسية العملاقة اللي كانت شايلاها. الألواح دي لو فردتها بالكامل تبقى تقريبا بمساحة ملعب كورة سلة. بس الغريب إن الحجم الضخم ده كان علشان يولد كمية كهرباء تعتبر قليلة جدا، لأن المشتري بعيد عن الشمس حوالي 5 مرات أكتر من الأرض. وده معناه إن ضوء الشمس اللي بيوصل له ضعيف جدا، لدرجة إن الألواح اللي كانت بتولد 14 كيلو واط عند الأرض ما كانتش بتطلع عند المشتري غير حوالي 400 أو 450 واط بس، يعني أقل تقريبا من استهلاك أجهزة كتير موجودة في بيتك. ومع ذلك كانت الكمية دي كافية بالعافية علشان تشغل أجهزة المركبة. بس كل ده ما كانش أخطر حاجة. الخطر الحقيقي كان المشتري نفسه، لأن حوالين الكوكب العملاق ده موجود أقوى حزام إشعاعي في المجموعة الشمسية كلها، حزام إشعاعي قادر يدمر أي دوائر إلكترونية أو أجهزة حساسة في وقت قصير جدا. بمعنى أبسط، لو مركبة فضائية عادية حاولت تقرب من المشتري ممكن تتشوي بالكامل قبل ما تبعت أي معلومة مفيدة. وعلشان كده مهندسي ناسا اضطروا يعملوا حاجة أشبه بخزنة بنك مدرعة. حطوا الكمبيوتر الرئيسي والأجهزة الحساسة جوه صندوق من التيتانيوم وزنه حوالي 172 كيلو جرام، والدرع ده كان سمكه يقرب من 1.75 سنتيمتر، والهدف إنه يقلل كمية الإشعاع اللي بتوصل للأجهزة بمعدل قرب ال 800 مرة. بس حتى مع الحماية دي الاقتراب من المشتري كان مغامرة خطيرة جدا. علشان كده العلماء صمموا مدار غريب شوية لجونو. بدل ما تلف قريب من الكوكب طول الوقت كانت بتعمل مدار بيضاوي طويل جدا، تقرب بسرعة من فوق الأقطاب، تاخد الصور والقياسات المطلوبة، وبعدها تبعد بسرعة قبل ما الإشعاع يقدر يأثر عليها. وكأنها حرامي دخل مكان خطر، خطف نظرة سريعة وجري قبل ما حد يمسكه. وفي يوم 5 يوليو سنة 2016 وصلت جونو أخيرا للمشتري، ومن اللحظة الأولى بدأت المفاجآت، لأن الكوكب اللي كنا فاكرين إننا عارفينه طلع مختلف تماما. لسنوات طويلة الصور اللي جت من التلسكوبات أو من بعثات أقدم زي جاليليو وفويجر كانت بتورينا المشتري كأنه كورة ضخمة عليها خطوط ملونة وبقعة حمراء كبيرة وخلاص. لكن لما جونو بدأت تصور الأقطاب لأول مرة العلماء اتصدموا. القطب الشمالي للمشتري ما كانش هادي تماما، كان عبارة عن مجموعة أعاصير عملاقة مترتبة بشكل غريب جدا. 8 أعاصير ضخمة بيلفوا حوالين إعصار مركزي عملاق، وكأنك بتبص على شكل هندسي مرسوم بعناية. والأغرب إن الأعاصير دي كانت مستقرة في أماكنها، مش بتخبط في بعض ولا بتتفكك، رغم إن حجم بعضها أكبر من كوكب الأرض نفسه.
وده كان شيء محدش متوقعه نهائي. لما العلماء بدأوا يحللوا الخطوط الملونة المشهورة على سطح المشتري، اكتشفوا إنها مش مجرد سحب سطحية زي ما كانوا فاكرين. دي في الحقيقة تيارات ضخمة من الغازات ممتدة لعمق يصل لحوالي 3000 كيلومتر داخل الكوكب. يعني الغلاف الجوي هناك مش مجرد طبقة رفيعة فوق السطح، لأن أصلا مفيش سطح صلب بالشكل اللي متخيلينه. الغلاف الجوي والكوكب تقريبا جزء من بعض. وبعديها بدأ السؤال اللي محير العلماء من عشرات السنين يرجع تاني: يا ترى إيه اللي موجود جوه المشتري؟ هل عنده نواة صخرية ضخمة ولا مجرد غازات مضغوطة فوق بعضها؟ وفي اللحظة دي كانت جونو على وشك إنها تحسم الجدل. يمكن أغرب حاجة اكتشفتها جونو ما كانش إعصار ولا برق ولا حتى نواة المشتري. الغريب الحقيقي إن كل إجابة جابت معاها أسئلة أكتر. المهمة كانت رايحة علشان تفهم إزاي يتكون أكبر كوكب في المجموعة الشمسية. بس اللي حصل إن البيانات قلبت نظريات كاملة رأسا على عقب. النواة مش صلبة زي ما كنا متخيلين، توزيع المية مختلف بشكل محير جدا، والعناصر التقيلة متبعترة بطريقة محدش كان متوقعها. ولو بتسأل ليه ده مهم، المشتري مش مجرد كوكب ضخم، المشتري يعتبر أرشيف محفوظ من الأيام الأولى لتكوين النظام الشمسي. لو عرفنا قصته ممكن نفهم ازاي اتكونت الأرض نفسها وازاي ظهرت الكواكب اللي بنعيش عليها. وعشان كده رغم ان جونو بقالها سنين بتلف حوالين المشتري، إلا إن العلماء لسه بيستخرجوا منها اكتشافات جديدة كل فترة، وكل صورة جديدة وكل قراية جديدة بتأكد إن الكون أعقد بكتير من اللي كنا فاكرينه. الكوكب اللي كنا بنعتبره مجرد كورة غازية عملاقة طلع عالم كامل مليان أسرار، أعاصير بحجم كواكب، وبرق بيتكون في ظروف مستحيلة، وأقمار بركانية جهنمية، ونواة غامضة لحد النهاردة محدش فاهمها بشكل كامل. ويمكن دي أكتر حاجة مدهشة في العلم، إنك كل ما تفتكر إنك وصلت للإجابة النهائية تكتشف إنك لسه في أول الطريق. لو وصلتوا لحد هنا انتوا فعلا أجدع ناس. اعملوا لايك وسبسكرايب واستنوا الحلقة الجديدة.